ده فيديو وده كمان فيديو. اكيد انت عايز تعرف ايه الطريقه اللي اتعمل بيها الفيديوهات دي، وانا بقى هنا عشان اقول لك ازاي تعملها واحده واحده. تعال نبدا. ده الفيديو اللي انا خدت منه الفكره، وده الفيديو اللي هنشوفه في الاخر بعد لما نخلص. تعال نشوف ايه الخطوات اللي خدناها وهنعمله ازاي والنتيجه هتكون ازاي. يلا نبدا. بصوا في البدايه كده احنا عندنا الفيديو حطيته من هنا كده اهو. انت هتروح تعمل نفس النظام، هنروح ندوس على الطبقه دي كليكين شمال بالشكل ده، وهنروح نختار الروتو برش تول، وهنروح نعمل كده تحديد على العربيه بالشكل ده. هروح بدل الكواليتي بدل ما هي ستاندرد هخليها بيست. هروح هنا عند الكاوتش بقى ايه، هخلي الكلام ده كله مظبوط، او ممكن اخليها كده لو عايز، واحدد العربيه بالشكل اللي انا عايزه. يعني لو ده اسهل لك او ده اسهل لك، شوف انت الافضل ليك وظبط. لو حته زي كده طلعت مننا بندوس الت على الكيبورد وبتجيلنا علامه السالب دي وبنحددها كده، بترجع معانا زي ما كانت. طيب عظيم. بعد كده اروح اعمل ايه، هروح ادوس على كلمه فريز دي ونسيب يعني العربيه كده اتعملت معانا فريز. فاحنا لو رحنا هنا عند الكومبوزيشن التاب دي فهنلاقي العربيه معانا بالشكل ده. فانا هروح اعمل دبليكيت للطبقه دي بالكنترول دي، وهروح عند الطبقه اللي تحت واروح هنا عند الاف اكس ادوس عليها كده. فانا هيكون معايا ايه، طبقتين، الطبقه بتاعت العربيه والطبقه اللي تحت. فانا اروح عند الطبقه اللي تحت واروح عند كلمه تراكر وهروح اعمل تراك كاميرا. بعد كده هو هيبدا يعمل لي حاجه اسمها initializing فهخليه يحمل لغايه رقم 269. نرجع بعد ما يحمل. تمام كده. الشوت تايب لو رحنا عند الادفانسد هنلاقي هنا عندنا شويه اعدادات. تمام. لو عايز ازود النجوم دي فانا بدوس على كلمه ديتيلد انالايسز. فانا هروح هنا هلاقي ايه، شويه حاجات كده، فهروح اعمل بالماوس كليك شمال واعمل تحديد ليهم كده. تمام. واروح بعد كده اعمل وليكن خلينا نيجي هنا كليك يمين اي حته هتلاقي عندك كرييت تكست اند كاميرا. فانا هدوس كرييت تكست اند كاميرا هيعمل معايا تكست بالشكل ده. هروح هنا. تمام. لو عايز اعدل التكست ممكن اعدله بالشكل ده من هنا، او ممكن ادوس على ار هيفتح معايا الاورينتيشن. هظبط الكلام بتاعي بقى من هنا زي ما انا عايز. دلوقتي ابدا اعمل انيميشن، بس قبل ما ابدا اعمل انيميشن هاخد الطبقه بتاعت التكست واحطها ما بين الطبقتين دول. ليه؟ لان الطبقه بتاعت العربيه دي عايز اخلي التكست ورا العربيه. فانا هروح اخد التكست ده ورا كده اهو، انزله بالشكل ده بين العربيتين، واروح اعمل افتح البي. تمام. بي في الكيبورد هدوس على بي وهدوس على اس او هدوس على اوباسيتي زي ما انت حابب، بس انا حابب السكيل. هروح اعمل لهم كده كي فريم امدهم قدام شويه بالشكل ده. فانا هاخد التكست ده بالشكل ده واحطه ورا العربيه زي ما انت شايف. ممكن بلاها خالص السكيل لان السكيل مش هنعوزه ما دام خلاص التكست مختفي، فمش عايزين السكيل. هنروح نعمل كده تحديد للكي فريم ونعمل F9 عشان نعمل ايز، وهنروح نعمل له كده بالشكل ده، نسرعه وبطيء في الاخر. فانت زي ما انت شايف التكست بدأ يظهر معايا بالشكل ده. طيب هروح عند الافكت والبريسيتس واروح اكتب كلمة جلو، وهروح اخد الافكت الجلو ده وهزود الجلو لو عايز بالشكل ده، وهغير الكلمة ليتس. بعد كده هروح اشوف الكي فريم منتهي فين، يعني هو بادئ كده، وبعد كده هعمل كنترول شيفت دي عشان اقص الطبقة دي الزيادة، وهروح اعمل دي كنترول دي عشان اعمل كلمة غيرها. ليتس دو يعني يلا نعمل كده كمان، واعمل لها دبليكيت تاني some edit. عظيم. يعني let's do some edit. جميل جدا. لو رحنا جبنا الموسيقى بتاعت الفيديو داخل تحت نعمل كده. عظيم. ممكن بعمل شوية تأثيرات في العربية دي. تمام. اللي هو اجي بعد ما يجي some edit وتختفي بالشكل ده، هروح هنا اعمل scale position واعمل لها كده، اخليها هنا. تمام. واعمل العربية كده، اجيبها يمين شوية واعمل دول كده تحديد كنترول سي، وهنا كنترول في عشان ارجعهم مكانها تاني، واعمل كلها تحديد واف 9، واروح العب في الجراف شوية عشان اظبط السرعة زي ما انا عايز. تمام. لو كده نعمل كده. عظيم جدا. فاحنا بص كده يا مان، ده فشخان يا مان كده اهو. ممكن اروح اعمل لدي دبليكيت، خليها كده بالشكل ده. تمام.
والله احنا عملنا something عظمه يعني. طيب نروح اقص دول من هنا عشان مش عايزهم يظهروا هنا اول ما يبداوا. عايز اقص دول. ممكن اجي هنا العب في الاوباسيتي، اخلي دي 50، ممكن اخلي اللي تحتيها 70. اهو جامده جامده. ممكن اروح هنا، اروح عند الافكت بريسيتس CC فاينت، تمام، وهروح احطها هنا عشان اعمل البتاع بالشكل ده. ممكن اجي هنا اختار الافكت بتاع الجلو واحطه على العربيه، هيديلها حاجه جامده كده. بص جلو، ناخده كنترول سي، يعني كنترول في. يا عيني. الحاجة التانية اللي انا كنت اعملها، فاحنا عملنا التأثير بتاع التكست اللي هو let him cook. بعد كده في الاخر هنروح نعمل دول كده اهو، كنترول شيفت سي عشان احطهم في كومبوزيشن، واكتب وات سيت سين المشهد الاول. انا ليه عملت كده؟ لان احنا لما يجي في الاخر كده والفيديو يخلص، هو هنا الفيديو خلص جميل جدا، هروح كده اعمل ده كده، واروح اعمل عند الافكت، واروح عند الديستور، واروح عند الراب او الوور، هروح عند الوور، هخلي بدل الارك باج، ولو جينا نعمل كده بالشكل ده هخلي دي 0 واعمل كي فريم، هدوس يو عشان افتح الكي فريم، واجي هنا او ارجعه شويه هخليه بالموجب، تمام، او بالسالب شويه كده 2، وبعد كده هاجي اخليه قدام شويه مثلا وليكن 50 او 60 زي ما تحب، وهروح اعمل لهم كده تحديد واف 9 والعب في الجراف بالشكل ده. تاني حاجة معانا احنا شفناها في الفيديو، تعال نبص على الفيديو تاني كده. حركة النضارة دي، شايف حركة النضارة عملها ازاي؟ تعال نشرحها على السريع. هنروح ناخد فيديو في حد لابس نضارة، الشخص ده لابس نضارة، هروح اقطع بس الفيديو من هنا، هروح على الفيديو ده هدوس عليه كليك شمال، برضو هستخدم البراش تول، بس انا عايز اول حاجة قبل ما استخدم البراش تول هروح احط ده في كومبوزيشن، كنترول شيفت سي، واعمل تو اند سين المشهد التاني، واعمل له ديليت كده، افتحه خالص كده بالشكل ده، واعمل هنا عشان اقصر المده بس عشان ايه ماشي. هروح عند كليك شمال واروح البراش تول، انا هحدد النضاره عشان انا عايز النضاره فقط اللي هعمل فيها التاثير. طيب بالشكل ده هروح اخلي ستاندرد ده بيست، وهنا الحاجات دي هظبطها بقى ماشي. لو رجعنا كده فاحنا هنلاقي النضاره بس هي اللي معموله معانا، فانا هروح اعمل دبليكيت كنترول دي، واللي تحت دي هعمل افكس كده مش عايز التاثير ده، وهروح اربط النضاره دي بالفيديو الاساسي عشان لما احرك ده الاثنين يتحركوا مع بعض. بعد كده اروح اعمل دبليكيت للفيديو اللي تحت وارفعه فوق، هنروح نعمل له وهروح اعمل له ميت على النضاره. ميت على النضاره ازاي؟ يعني لو ادوس هنا على التوجل سويتش هيفتح معايا الحاجات دي التراك، فهعمل ده هجر الحبل ده بالنضاره هيعمل معايا الفيديو بالشكل ده زي ما انت شايف. تأثير احنا عايزين نعمله ازاي؟ هنروح نعمل زوم على الفيديو الاساسي كده، سكيل، ونعمل بوزيشن برضه بالشكل ده. فانا عايز اللقطه دي تيجي مع النضاره، فانا هعمل اللقطه دي زوم كده، سكيل سكيل سكيل، نعمل اللقطه برضو كده اهو بالمنظر ده، وهفتح الاس سكيل وشيفت وبي بوزيشن بالشكل ده، وهعوز الاوباسيتي فادوس شيفت تي واعمل لها برضو كي فريم، وهعمل كده اهو بالشكل ده تمام. وممكن اعمل لها سكيل كده اهو اظبطها، اعمل الاوباسيتي 0 في الاخر. نشوف الفيديو بس. فانا اللي عايز اوصله لك ان احنا ناخد دول مع بعض كده عند اول ما يبدا يلبس النضاره، ناخد دول كده تمام. شايف انت هنا هنزل دي كده شويه تحت، وهروح اعمل دي هنا، يبقى زي ما انت شايف هنا النضاره او المشهد باين في النضاره زي ما احنا عايزين، زي ما هو عملها. نروح نعمل دول تحديد ونخليهم نفس السرعه بتاع الكي فريم الاساسي، فبالشكل ده هيكونوا معانا. اللي هو هنيجي هنا نعمل
سي سي باينت، نيجي نحط التأثير ده هنا عشان يعمل معايا تأثير النضارة. ممكن اعمل حركه حلوه جدا. انا هروح اعمل هنا كده بدل المقطع ده، هروح اختار مقطع العربيه عشان يبان انه متكامل. هروح اعمل كده، بص هعمل سيلكت دي وهعمل الت واروح اجيب مقطع العربيه واحطه هنا بالشكل ده. فزي ما انت شايف مقطع العربيه ظاهر معايا. فلو جينا كده بعد كده عندنا مقطع، عايزين نشوف ايه المقطع اللي بعد كده. جميل، شوف الحركة اللي عملها دي. تمام، تعال نعمل، هنروح نعمل ايه، هنروح ناخد الفيديو ده. تمام، نحطه كده ونحطه في كومبوزيشن 30، نفتح الكومبوزيشن ونروح نعمل هنا ايه، نخلي الفيديو مثلا 3 ثواني ونقصه عشان عايزه بس 3 ثواني. هروح اعمل فيديو كده وهروح اعمل كليك شمال. فهنروح نعمل نفس النظام يا معلم، ناخد الروتو برش ونعمل روتو برش على الشخص، نخلي الستاندرد دي بيست. عظيم جدا، هو كده عمل له فريز. بعد كده نرجع هنلاقي الفيديو معانا بقى هو الشخص. فانا هعمل هنا دبليكيت لللاير دي، كنترول دي، وهنزل على تحت وهعمل هنا الافكس او همسح الروتو برش خالص. فانا هلاقي هنا عندي طبقتين، فانا هاجي عند الشخص ده كده واجي اعمل بي بوزيشن واس سكيل. تمام، هاجي اعمل البوزيشن كده واحطه قدام شويه، هجيبه يمين شويه وهعمل السكيل بالشكل ده، وهجيبه هنا تحت البوزيشن الاخير، واجي كده اعمل الشخص ده سكيل بالشكل ده، واجي اعمل لهم كده ايزي. فاجي اجرب الفيديو. تمام، هاجي اسرع كل حاجه زي ما انا عايزها في الجراف بالشكل ده. البوزيشن بتاع الشخص ده هدوس على الت في الكيبورد وادوس على كليك شمال في الماوس واكتب كلمه ويجل تاب 6 3 وشرطه و6 هيلاقي عشان يعمل معايا الشخص يبقى ويجل بالشكل ده. بص ماشي، ممكن نخلي الويجل بدل ما هو 3 نخليه 8 عشان برضه نشوف التأثير بتاعه واضح. الويجل بقى طيب كده جميل جدا. هروح بقى اعمل ايه، امسح دول من هنا كده واقصهم عشان مش عايز الباقي، واجي عند السكيل هعمل اس دي عند العربيه الاصليه، اعمل الاس السكيل والشيفت وبي عشان افتح البوزيشن، واعمل لهم كي فريم وارجعهم لورا شويه كده، واجي قدام اعمل زوم للعربيه بالشكل ده، واعمل لهم كي ايز بالاف 9 واظبط الامور دي. طيب اول ما تيجي من هنا تعمل زوم كده، هروح عند ده اعمل له كده اس سكيل والبي بوزيشن واعمل لهم كي فريم من هنا، واجي هنا اعمل له زوم بالشكل ده، واجي اعمل شيفت تي عشان افتح الاوباسيتي، واعمل له الاوباسيتي 100 لورا واعمل له 0 كده، وتعال نجرب. ماشي، خلي الاوباسيتي تيجي من الاول خالص، واعمل لهم السرعه بتاعتهم كده. يبقى نجرب تاني كده من الاول. بعد كده عندنا في الفيديو لقطة شفناها، نجيب الفيديو تاني. في حركة هنا العلامة بتاعت العربية البنتلي زي ما انت شايف في الفيديو اهو، فاحنا هنروح نعمل ايه، نعمل كده ديليت للفيديو ونروح نجيب العلامة بتاعت البنتلي. انا منزلها من على جوجل، هتلاقيها PNG، نعمل لها كده بالشكل ده، وهروح اعمل ببابت بين تول، هدوس على دي واروح اعمل 1 2 3 4 وادوس على اللاير بتاعتها الطبقة، وادوس يو عشان افتح الكي فريم، اجيبهم في الاول، واجي كده اعمل شيفت بيج داون او اتحرك 3 فريمات قدام، وبعد كده اجي احدد دي كده البابت بين تول، واجي احدد انزل دي لورا شويه وهكذا، واروح قدام شويه وارفعهم لفوق عشان اعمل نفس التأثير اللي كان في الفيديو. هروح اعمل ايه، عند كل واحده الت وادوس على علامه الساعه دي واكتب لوب، وهنروح نختار لوب اوت واخدها كوبي، واروح عند كل واحده فيهم اعمل لها نفس النظام بالشكل ده. تعال نجرب كده.
تمام العلامه شغاله معانا، بس ممكن تكون شغاله بطيء، تمام، مش بالسرعه اللي احنا عايزينها. فاحنا هنقرب المسافات الكي فريمز جنب بعض. عشان نقربها بنعمل الت وبنشد بالماوس كلهم مع بعض، فهتلاقي المسافات اتقربت معانا. ماشي. فاحنا نروح بعد نعمل ايه؟ هنروح نخفي كل ده ونروح عند سويتش توجل عشان نلاقي المربعات دي معانا. هروح اختار عند المربع ال 3 دي واعمله بالشكل ده، وهقدر اتحكم من الاكسس بتاعته في العلامه. تمام. فهروح ادوس على كلمه ار عشان يفتح معايا الاورينتيشن، واروح من الاورينتيشن كده وادوس على شيفت بي عشان يفتح معايا البوزيشن. فانا هخليها دي مكانها بالشكل ده واحطها ورا شويه في الاخر، وهروح اخد دي بعيد. تمام. وهروح العب في الاورينتيشن بتاعها شويه. بس كده يا معلم، احنا كده عملنا فيديو. نيجي هنا بس نعمل ان كنترول شيفت اكس، نعمل دول كده عشان يعملوا موشن بلير معانا نفس النظام. ونستنى الرندرة. I said let